السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات روتين كده في المطبخ، هنعمل مع بعض كده شريك وهنحضر مع بعض الغدا. الفيديو بتاعنا النهارده حلو كده ومميز ان شاء الله كده هيعجبكم. بس حابه افكركم لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تنزلي تحت على كلمه اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو كده تشوفوه. طبعا ما تنسوش من اللايك والكومنت حلو منكم، شجعونا كده باللايكات والكومنتات عشان ننزل كل يوم باذن الله فيديو جديد مع بعضينا. روتين بقى ووصفه حلوه. المهم ان احنا ان شاء الله كده هننزل كل يوم فيديو مع بعضينا. اول حاجه كده يا بنات هنبدا بيها، هنبدا بعجينه الشريك. المكونات اللي معايا هي المكونات بتاعته بسيطه خالص وسهله وما فيهاش اي تعجيد يعني ولا اي حاجه. اول حاجه كده معايا كيلو من الدقيق، هضيف له 3 معالق كبار من السكر. هنقلب السكر مع الدقيق كده وبعدين هنضيف رشه من الملح، هنضيف معلقه كبيره من الخميره الفوريه، كيس من البيكنج باودر، وهنقلب كله مع بعضين. يبقى السكر، الخميره، رشه الملح، البيكنج باودر، كله كده على الدقيق كده جاف، وهنقلبه كده مع بعضيه. وبعدين هنبدأ نضيف باقي المكونات اللي معانا. باقي المكونات اللي معايا كوباية من السمنة، ممكن تخليها سمنة على زيت على زي ما تحب يعني. وهنضيف بيضة، وكمان هنضيف على البيض كيسين من الفانيليا عشان ما يبقاش فيه ريحة اي زفارة ولا اي حاجة. وطبعا حابة تعجينه بمية براحتك، يعني الحاجة اللي متوفرة في بيتك اعملي بيها. انا عندي لبن كنت جيت اغليه فقطع معايا فمش هرميه، عادي هستخدمه وهعجن بيه، بيكون عامل زي الزبادي كده بالظبط. فانا هعمل بيه، هعجن بيه النهارده الشريك بتاعي. عندك لبن بقى، حليب براحتك، عايزه تعجنه بميه. كل واحد برضو بيعمل بس بالامكانيات اللي موجوده عنده في البيت. تمام. يعني مش هنعقد الدنيا ومش هنقول مثلا عشان مفيش لبن مش هنعمل، لا هنعمل. هو اي نعم الطعم مش هيبقى زي لما تعجنيه بميه مش هيكون طبعا زي اللبن، بس مفيش مشاكل. بس برضه بيكون حلو وبيكون زي اللي احنا بنشتريه من بره، لان اللي انت بتشتريه من بره ما بيكونش معجون بلبن اصلا. يعني ده بيبقى مع اي مخبوزات بتشتريها من بره بتبقى معجونه بميه، مش بيضيفوا لبن نهائي. الا ممكن يضيفوا لبن بودر مثلا، حاجه كده بسيطه كده اللي هي تدي طعم مش اكتر. بس المهم هنا كده يا بنات جبت بيضه كده ضربتها كده، خلطتها كده مع كيسين من الفانيليا ونزلت بيها على الدقيق بتاعي، وهضيف كوبايه السمنه. وبعدين هبدا ان انا اعجن كده باللبن. تمام. هنا بوريكم اللبن، بقول لكم ان اللبن دوت انا كنت غليته وقطع مني، يعني اللي هو ايه، هو مش بايظ يعني لحسن حد يفتكر ان هو باظ، لا هو مش باظ، بس هو فصل اللبن عن السرش بتاعه، فاهمني؟ الشرش بتاعه. المهم معلش في لخبطه شويه في الحروف وكل حاجه داخله في بعضيها، مش مهم. المهم كده وهنبدا ان احنا ايه، ناخد كده ونعجن. طبعا ضفت كوبايه السمنه، سمنه على زيت، سمنه بس، زيت بس برضو المتاح عندك اعملي بيه. هفضل اضيف كده اللبن حبه بحبه كده لحد ما اوصل لقوام العجينه اللي انا عايزاها، او الملمس العجينه اللي انا عايزاه. الملمس بتاعها بيكون طري وناعم في نفس الوقت، ما بتكونش بتلزق في الايد، يعني العجينه دي مش ما تلزقش في الايد. تفضلي تعجيني فيها كده لحد العجينه بتاعتك ما تضطر معاكي وتنعم، وفي نفس الوقت تبصوا تطلع من الطبق ما يكونش فيها اي تلزيق نهائي. هوريكم، بس انا هنا كده كنت بعجن، فضلت اعجن فيها واوريكم كده القوام بتاعها. شايفين الملمس؟ بسم الله ما شاء الله ناعم، وفي نفس الوقت بصوا يعني اللي هي ما فيهاش اي تلزيق نهائي. هضيف لها كده شويه زيت كده بس على الوش عشان خاطر اسوي بيه العجينه، عشان خاطر ايه، عشان خاطر ما الوش بتاع العجينه بتاعتي ما ينشفش. هغطيها، طبعا الجو حر مش هتكمل نص ساعه وهتخمر معايا. طبعا هي عشان الطبق اللي انا عاجنه فيه كبير والكميه اللي انا عاجناها هو كيلو واحد من الدقيق، فطبيعي ان هو مش هيملى ايه الطبق اللي معايا. هجيب كده صينيه وهجيب حبه من الزيت، وهبدا ان انا ادهن الصينيه بتاعتي كده عشان خاطر هقطع فيها العجين. هعمل كور صغيره كده وهحطها كده على الصينيه اللي معايا وهسيبها ترتاح شويه، وبعدين نبدا ان احنا نشكلها مع بعضينا.
بس هو بياخد خطوات، يعني ليه خطوات. يعني احنا بنعجن العجينة وبنسيبها تخمر، وبعدين بنقطعها وبنسيبها ترتاح على الصينية، ونقطعها كور كده يعني بحجم الليمونة، وبنسيبها ترتاح، وبعدين نبدأ ان احنا نشكلها. وبعد ما نشكلها نبدأ نسيبها برضو، نغطيها ونسيبها تخمر على الصاج. وبعد كده نبدأ ان احنا ندهنها بلبن بقى، ونضيف لها كده سكر على الوش. يعني هو ليه كذا خطوة، ليه كذا خطوة ان انت تعمليها. بصي يا بنات، انا ده بعد ما دهنت الصينية بشوية من الزيت، برضو كنت باخد على ايدي كده، باخد مسحة بسيطة كده على ايدي. هي العجينة مش بتلزق خالص، بس انا عايزة ان الكرة بتاعت العجين هسيبها ترتاح شوية، فانا مش عايزة الوش بتاعها ينشف مني. فكنت باخد مسحة بسيطة خالص خالص من الزيت، واروح واخداها في ايدي كده، عشان لما اقطع قطعه العجين كده واكورها الكوره بتاعتي تبقى كلها خدت مني الزيت، يعني عشان ما تنشفش معايا. بص بقى، بعد ما سبت العجينه بتاعتي ارتاحت كده شويه، ارتاحت، مش هنسيبها تخمر، هنسيبها ترتاح حوالي مثلا 10 دقايق ربع ساعه كده. وبعد كده نعمل ناخد كده من اول قطعه احنا عملناها، بنفردها على شكل الفطيره، بس يعني صغيره لان كرة العجين مش كبيره. وبعد كده بنبرمها رول كده جوه بعضيها، وبنقفلها كويس. وبعدين بنبدا ان احنا نبرمها كده بالطول، وبعد كده نبدا ان احنا نلفها كده جوه بعضيها. يعني بنبدا ناخد كده الطرف، ونبدا كده نلفه كده حلزوني كده جوه بعضيه. بس هي طريقتها سهله وبسيطه، ومتهيألي يعني كده الفيديو بيشرح نفسه. بصوا، بناخد كده الطرف كده بنحطه كده بالشكل ده، ونبدا ناخد بقى ونلف. طبعا اخر حته كده بنحطها من تحت، عشان طبعا هنسيبه يخمر شويه على الصاج، وفي نفس الوقت لما يدخل الفرن ما يفتحش معايا. فاحنا لازم الطرف ده بنرفع الفطيره بتاعتنا او الشروق بتاعنا، ونحطها كده من تحت زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده خلاص بناخدها ونحطها على الصاج اللي احنا هنسوي فيه. الصاج انا دهناه برضو، اديته مسحه كده بالفرشه من بالزيت. وبعد كده هبدا ان انا ارص كده عليه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طريقته سهلة وبسيطة، بس هو ليه خطوات، يعني ليه خطوات عشان يطلع معاكي ناجح وحلو، وزي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط، ويمكن كمان احسن، اي احسن وانضف، وحاجة انت عاملاها في البيت. حتى لو النتيجة بتاعتها ما طلعتش ناجحة 100% زي اللي انت بتشتريها من بره، كفاية بس ان انت حاجة انت ضمناها عاملاها بايديك. بس انا خلصت الكمية كده مع نفسي يا بنات، وسبتها عصر جون كده تخمر. وبعد ما تخمر هنشوفها مع بعضينا. في الوقت ده قلت كنت عايزه اعمل الغدا. فهعمل غدا النهارده يا بنات؟ هعمل معاكم صينيه مسقعه كده، البدنجان يعني كده، والبصل والطماطم والفلفل، حاجه كده جميله وخفيفه ولذيذه. في الاول انا زمان كنت بعملها ازاي؟ انا دلوقتي بعملها ني في ني، اللي هو بقطع البدنجان وأقطع معاها بصل وطماطم وفلفل، كله مع بعض ني. واروح احط بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل، واحط شويه من كزبره حلوين، وبحط كمان مكعب مرقه، وبقلب كله مع بعضيه. وبضيف شويه من الزيت، حوالي معلقه كبيره او معلقتين كبار من الزيت، واقدم تقليبه كده، واحطهم على النار، على النار هاديه. بس كده. آه زمان كنت بعملها كده بصراحه. في الاول كنت بعمل كنت البطاطس اللي كنت بضيف لها بطاطس، فكنت بقطع البطاطس مكعبات، وكنت بقطع البدنجان مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكنت كنت مقلي البدنجان، وكنت مقلي البطاطس او بحمرهم يعني. فكانت الصينيه كانت بتبقى تقيله بطريقه مش طبيعيه بصراحه. فبصراحة لا، جربت دي، كله ني في ني، بتكون خفيفة ما فيهاش زيت كتير. الزيت بتاعها معلقة كبيرة، يعني مش حكاية يعني، او مش شغلانة بالنسبة انك انت عاملة صينية وهتحط لها معلقة زيت او اتنين، مش كتيرة. غير لما تكون الحاجة غطسانة في الزيت فبتكون تقيلة، وبتعمل بصراحة حرجان مش طبيعي. فالطريقة دي عجبتني، ولما جربتها اعتمدتها وبقيت اعملها على طول بصراحة. في الوقت دوت طبعا خلاص قفلت صينيه البتنجان وطفيت ورفعتها على النار، وهديت عليها النار وسبتها مع نفسها. انا اذا كان في المطبخ بحاول استغل في الوقت، وبعمل اي حاجه عايزه تتعمل كله مع بعضيه. كده كده انا هشغل الفرن عشان اسوي الشوريك، فعندي بطاطا هشويها. هعمل غدا صينيه بتنجان زي كده، هروح مقطعها على السريع، كله على السريع ني في ني.
فمش هتاخد معايا وقت. فانا ولعت الفرن وحطيت البطاطا في الوقت دوت، وسايبه صينيه البتنجان على النار، على النار هاديه. كان الشورك بتاعي كان خالص بقى ايه، ارتاح على الصجان وكان اختمر معايا. فجبت كده حبه من اللبن وفرشه، وبقيت انا اخد بالفرشه كده، باخد من اللبن بالفرشه وامسح كده وش الشورك بتاعي. بمسح مسحه بسيطه خالص عشان لما اضيف سكر على الوش السكر يمسك معايا. لو ضفت السكر على طول من غير ما ادي مسحه من اللبن بالفرشه سكر مش هيمسك معايا خالص. بس كده. فهنا كده كنت بضيف السكر، باخد كده وارش كده على الوش عشان بيدي طعم حلو وبيخلي شكله كمان جميل معانا. هو سكر مش بيسيح، يعني هو مش بيسيح، هو بيفضل زي ما هو. بس حبة اللبن اللي انتوا بتضيفوا، حبة اللبن اللي انتوا ما تضيفوهم على الوش دول او بتديهم بتمسحي الوش بتاعهم، بيدي لون للشورك بتاعك، وفي نفس الوقت بيخلوا السكر بتاعك يمسك. الحاجة اللي انت تحطيها على الوش لازم تكوني دهنة الفطير او الشوريك او ايا كان الحاجة اللي انت عاملاها، لازم تحطي تكوني حطيها مسحة من لبن. ما عندكش لبن، مية بسكر تدوبي كده معلقة، نص معلقة سكر في شوية مية وتدوبيهم، وتاخدي برضو بالفرشة وتديها مسحة كده للحاجة، بتديها لمعة حلوة ولون كده جميل لما تطلع من الفرن. خلاص كده يا بنات، في الوقت دوت كانت البطاطا بتاعتي استوت، شوت خلاص. والشريك بتاعي كنت دخلته كده الفرن، خلاص الفرن طبعا كان سخن، فدخلت كده صواني الشريك كده تستوي، وهنشوفها مع بعضينا بعد ما تطلع من الفرن. انا بحب البطاطا المشويه، بتكون طعمها جميل بصراحه وبتكون حلوه. البطاطا انا بصوا كنت بجيب بطاطا يعني الايام اللي فاتت كنت كل ما انزل السوق ما كنتش الاقي بطاطا اللي هي البطاطا البلدي بتاعتنا، دايما بلاقي بطاطا شكلها كده ايه، شكلها غريب، شكل البطاطا نفسها شكلها غريب. فبصراحه ما كنتش مرضى اشتريها. فاخر مره رحت فيها السوق فلقيت البطاطا دي، فما صدقت ان انا لقيتها بصراحه، لان بقالي كتير كذا شهر ما بجيبهاش بسبب ان انا ما كنتش بلاقي البطاطا دي. فجبت كده 2 كيلو وقلت ايه ان انا اشويهم. بس بما ان هي البطاطا حجمها كبير ما شاء الله يعني، ال2 كيلو ما قطعوش كتير يعني. بس ما فيش مشاكل، كل بطاطايه ما شاء الله حجمها كبير يعني، لا ياخد واحده هتصد. بس هنا كده يا بنات الشوريك كان طلع من الفرن، كان استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والسكر ما شاء الله مسك عليه. وادي كده كنت بوريكم لونه من تحت حلو. وهنا كده كنت جسمه واحده، وكنت حابه ان انا اوريكم كده ايه شكلها من هشه كده وجميله والله العظيم، وطعمه خطير، طعمه تحفه بجد يعني. كل اللي كل منه قال بسم الله ما شاء الله جميل وتسلم الايادي. بس هنا كنت عامله حوالي 2 أو 3 كده من اللي هي من الضفيره يعني، عملت كام ضفيره كده برضو كان شكلهم جميل بصراحه. انا بحب بصراحه المعجنات في البيت، وبعملها كتير يعني. بحب اعمل الشريك والجرس والعيش الفينو، المنين. بصوا حاجات كتيرة انا بحب ان انا اعملها في البيت. عملتها مرة في مرة والنتيجة كانت ما شاء الله جميلة. فخلاص بقى اعتمدتها وبقيت اعملها في البيت، ما بقيتش اشتري الحاجات دي خالص من بره دايما يعني.